السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماتش الأهلي وفاركو وفوز عريض 4-1. وإيه الاختلاف اللي حصل على ماتش مودرن سبورت؟ الأهلي ضيع فيه نقطتين مهمين جدا. أنا اتأخرت عليك عشان كان لازم أتفرج على الماتش كله وأعيده كذا مرة عشان أفهم إيه اللي حصل وإيه التغير اللي حصل في الأداء، لأن الخطة ما اتغيرتش كتير والأشخاص اللي اتغيرت في الملعب هم تقريبا 4 أشخاص أو 5 أشخاص بس، لكن اللي اتغير أكتر هو السيناريو اللي اتلعب. بنفس الاسلوب ونفس الطريقه بقت 4-3-3 تتقلب 4-1 4-1، ان الاثنين بيلعبوا 1-6 او 2-8 بيقلبوا 10 يخشوا جوه المنطقه، بحيث يبقى دايما في كثافه ودايما بيبقى في عدد كبير جدا من المهاجمين جوه منطقه الجزاء بتاعه الخصم. ضغط عالي طول الوقت، دفاع متقدم. ده الكلام اللي اتعمل في ماتش مودرن. ليه في ماتش مودرن ما جبناش اجوان؟ ما كانش في فرص حقيقيه، ما جابش ملاش غير جونين من ضربات ثابته. وفي ماتش فاركو جه 4 اجوان. هقول لك ببساطه، لان ما كانش في قفشه في الملعب. اسلوب لعب ريبيرو كان واضح وصريح في الماتشات. هو بيعمل ايه؟ بيلعب ضغط عالي، اللعيبه بتخرج بكوره، ما بيلعب بتباصي لبعض مباصيات كلها لحد ما يجي يحصل موقف من الاثنين. يا اما تيجي يحصل خطا في التمركز عند الخصم فالاهلي ساعتها ياخد موقف هجومي جيد فيعمل هجمه خطيره، او ان في لعيب يخلق الحاله المهاره بتاعته، تخلق حاله هجوميه تعمل خطوره. في الماتش الاولاني انت كنت معتمد على قفشه يعمل القصتين دول وهو ما كانش موجود في الملعب تماما. في الماتش الثاني كان في محمد علي رمضان اللي عمل كده بمنتهى الكفاءه. تاني حاجه ودي مهمه جدا، ان انت كان عندك لعيب مركز 6 ديستروير كان بيرجع لك استحواذ بسرعه جدا، فالكوره كانت معاك بشكل اكبر. انا شايف ان هي الفكره مش اشخاص قد ما يعني مش فكر مدرب قد ما هي تنفيذ اشخاص. ليه؟ لان في الشوط الثاني مع تقدم النتيجه الريتم قل كتير، الضغط العالي ما بقاش بنفس الشراسه، الخروج بكوره ما بقاش بنفس القوه، وانا هجيب لك على اللقطات واشرح لك القصه دي كلها. اخر حاجه اقولها لك قبل ما نخش على الماتش، ان اي فرصه ان انت تقيم ريبيرو دلوقتي هو تقييم خاطئ، يعني هو تقييم خاطئ. تشكيلة في 4 تغييرات: كريم فؤاد مكان محمد شكري، ديانج مكان أحمد رضا. فضل إنه يحط واحد ديستروير عن إنه يحط واحد بيطلع بالكورة، وده الأفضل. عجبني قوي إن هو حط تريزيجيه ناحية اليمين، ولما حط بن شرقي حطه ناحية الشمال. طبعا ما لعبش قفشة. آخر تغييرة كانت اضطرارية لما رجع أشرف داري للتشكيلة بسبب إن إصابة ياسر إبراهيم. من اكبر المفاجات اللي بالنسبه لي هو مستوى ياسين مرعي. ياسين مرعي اللي هو اللعيب اللي انت جبته من الدوري ومحدش كان متوقع له حاجه وصغير في السن، ففرق معاك كتير جدا جدا جدا. والمثل الشريف قد تجد في النهر ما لا تجد في البحر. عايزك تتفرج بقى على السلاسه في الخروج في الكوره، لان اللعيبه كانت بادئه الماتش مركزه، الحماس عالي. اتفرج بقى على السلاسه في الخروج في الكوره، ومفيش حد يعطل الهجمه، كله ماشي. بص بقى قوه وشراسه الضغط العالي. بص انا هوقف لك اللقطه هنا عشان تشوف في كام لعيب في تقريبا في منطقه جزاء الخصم 4. ضغط عالي هيخلي الخصم يغلط ويلعب الكوره غلط. بص هنا وصل كام لعيب. طيب نتيجه انه بيغلط، بص الكوره في كام 4-3 والجون. يعني انت متخيل الضغط العالي كان شرس ازاي في الشوط الاول. طبيعي ان لازم الكرة تقلش ولازم انت ما يعملوش عليك هجمات. بص الكرة بقى دي مهمة جدا. ليه؟ لانها اتكررت كتير قوي في الماتش وجه منها الجون الرابع. بص برضو الضغط العالي شارس، ضغط عالي، فاضطر انه يشلت. بص كام واحد في نص ملعب الخصم في الخروج بالكرة، فعشان كده الكرة دايما معاك. بص بقى اليو ديانج، اي محاولة للهجوم دايما بيظهر اليو ديانج. بص ادي هنا اللعيب المهاري اللي خلق الحالة اللي هو محمد علي بن رمضان. بص الكرة وصلت لتريزيجيه. مشكلتي مع تريزيجيه دايما ان هو بيبقى عايز يلعب لعبه معينه وما بيعرفش يعملها. بص بقى محمد هاني، تريزيجيه جابها رهيبه الناحيه اليمين والكرة قلشت وجات لمحمد شريف والهدف الاول. بص بقى بن شرقي لعيب مهاري يخلق لك الحاله. يلا الكوره الجون بقى اللي ما اتحسبش عشان اوف سايد. انا عايز اوريك بقى الخروج بالكوره من اول مصطفى شوبير كام لمسه: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بنحاول تخلف الخطوط. 10 11 12 كله بيتحرك من غير كوره كويس. 13. بص لحد ما يجي هنا الناحيه المهاريه من محمد علي رمضان وتصنع الجول والهدف الاول لزيزو. بص هي كده خلخل الدفاع لحد ما يجي لك لعيب حريف يخلق لك الحاله. بص الضغط العالي وديانج. يا جدعان ديانج كان احسن لاعب في المباراه بمراحل عن اي حد. بص هنا ديانج اي وقت اي هجمه ديانج. بص بقى تريزيجيه صمم انه يلعب كره معينه، انه يلعب ارضيه من ناحيه اليمين بتتقطع، تيجي له تاني يسكت، لا برضه عايز يلعبها تاني. هو دي مشكله تريزيجيه ان هو عنيد في حاجات مالهاش لازمه. بص بقى الضغط العالي، شراسه في الضغط العالي في الشوط الاول غير عاديه. طيب دي محاولات يائسه انهم يعملوا هجمه، لكن لا يظهر مين؟ اليو ديانج اهو. اليو ديانج اهو اليو ديانج. بص مش ممكن، اداء اسطوري من اليو ديانج. بسم الله ما شاء الله عليه. بص يلا كور نفس الحاله بتحاول تخلق، يجي بن شرقي تطلع اليو ديانج. اليو ديانج عنده شويه حاجات كده يعمل. بص انذارات كتير قوي لعيبه الاهلي في كوره انا شايف انها ما تستاهلش انذارات، وفي فاولات على لعيبه الفاركو ما كانتش تستاهل انذار. الحكم كان متحفز للاهلي، انا اسف في الكلمه دي يعني. بص بقى محاوله الخروج بالكوره، فاركو بيعمل ايه؟ ضغط عالي، هيروح يعمل ايه؟ هيضطر غصب عنه انه يشلت، فبالتالي انت الكوره هترجع لك، استحواذها هيرجع لك تاني. خلاص مش عارف يعمل حاجه. الخروج بالكوره سلاسه في الخروج بالكوره، تركيز، مفيش لعيب بيعطل. طبعا كريم فؤاد عنده مشكله ان هو بيمسك الكوره كتير
وفي مشكله في الباك الشمال. طيب بص بقى، مهاره فرديه، قوه غير عاديه، الهجمه اهو مكمله، يلا. بص بقى اللقطه دي انا عايز اوريك بقى ايه، ان الكره دي اتعملت هجمه علينا عشان محمد هاني وديانج تعبوا، الاثنين كان المفروض ياخدوا الكوره. ففي عندنا ازمه في اللياقه البدنيه. بص الكوره الطويله الارضيه اللي من ورا المدافعين اللي جه منها الجون الرابع، شوف اتكررت كام مره، دي تاني مره. كوره بائسه. خلاص شوف بقى الخروج بالكوره، الخروج بالكوره في اخر الشوط اللعيبه بقى ابتدت تتعب. بص بقى بدل ما بيطلع بالكوره بقى بيشل، جات لياسين مرعي بقى بيشل، بيلعب الكرة الطويلة. ليه؟ اللعيبة تعبت، وده للأسف بقى معظم الشوط الثاني، أنت اطمنت للنتيجة فمش فارقة معاك. شوف الكرة معاك، أنت ما بتعملش هجمات خطيرة بمنتهى القوة، ولكن في النهاية أنت ماسك كورة، وفي النهاية هتجيلك اللحظة اللي تعمل بيها الحالة. بن شرقي اللعيب المهاري اللي بيصنع الحالة، ففرقت كتير، حط لعيبة كورة كتير جدا في الملعب. بص بقى الضغط العالي، تريزيجيه بيقطع الكورة، يلا. طيب الشوط الثاني، بأول الشوط الثاني كان الخروج بالكورة جيد نوعا ما، ابتدى الأهلي يخرج بالكورة. بص تحرك بدون كورة، فاركو ابتدى يبقى فيه مساحات لأنه ابتدى يهاجم غصب عنه، ما هو 2-0، فابتدت يبقى فيه مساحات. بص ديانج بيرجع لك الاستحواذ في ثانيه. بص الكوره مين اللي هيرجع يجيب لك الاستحواذ؟ اليو ديانج، اهو اهو بيرجع لك الاستحواذ على طول. يا جدعان اليو ديانج عمل ماتش خرافي، بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا يكمله على خير. بس بن شرقي لما يبقى عندك لعيب مهاري، بص اللعيب قرار بيعمل ايه، اهو الجول التاني بمنتهى السهوله. بص الكوره معموله ازاي، مساحه، جه لعيب مهاري خلق الحاله الفرديه اللي اديتك مساحه، عرفت تجيب منها جول بمنتهى السهوله بمنتهى. طيب الخروج بالكرة في الشوط الثاني، هوريك الدنيا عاملة ازاي. الدنيا أسوأ، والمباريات بقت مقطوعة بشكل كبير. طبعا دي كرة محمد شريف خد فيها انذار، الحمد لله، انذارات بدون حساب للعيبة الأهلي. دي اللقطات المهمة بالنسبة لي في الماتش. طيب شوبير بيشيلها، وشوبير بيشيلها. بص بقى الكورة ياسين مرعي خرافي. بص الطلوع بالكورة في الشوط الثاني مش بنفس القوة والحماس والسرعة بتاع الشوط الأولاني، ابتدى يلعب كور طويلة، يضغط عليهم، تاخد منهم الكورة، الموضوع بقى صعب. ففي ازمه في اللياقه في الاهلي، انت كسبان 3-0 مش هتلعب بنفس القوه، ودي هتفرق كتير قوي مع الاهلي. والهدف الكوميدي، الهدف ده يتحمله مصطفى شوبير بنسبه 100%، محمد هاني تحاول يطلعها بره، انا مش عارف انت عايز تثبت ايه يا مصطفى كبير، ما تحاولش تثبت كده. بص انا في لقطه بس عايز اوريها لك، بس نقطه مهمه جدا عشان للاسف مصطفى لابس الكده. بص في اللحظه دي مصطفى شايف محمد فخري، ما ينفعش يشيلها كده، طلعها بره يا مصطفى، انت شايف محمد فخري، يعني ما تقوليش انت في اللحظه دي مش شايف محمد فخري، انت شايفها. يلا لكل جواد كبوه. طيب بص بقى في الشوط الثاني انا جبت لك كذا كوره ان الخروج بالكوره مش احسن حاجه، كور طويله، فابتدت تخسر الاستحواذ بشكل ما او باخر. خروج اليو ديانج، لان لازم اليو ديانج يطلع، لان هو لياقته قلت ومستواه قل، وبعدين انت ما عندكش حد دستوري غير ديانج، فانت لو اتصاب ولا وجد هيعمل ايه؟ بص طبعا في غياب اليو ديانج ابتدى يبقى فيه هجمات مرتده، ما فيش دستوري يعمل الهجمه، وخدوا ثقه ابتدوا يعملوا هجمات. بص مفيش ديستروير، بص الحته دي كوكا ما بيجريش فيها، المفروض كوكا موجود في الحته دي، زي ما وريتك اليو ديانج في الشوط الاول، المفروض كوكا موجود، هو مش موجود. كوكا مش ديستروير، كوكا ممكن يلعب بوكس بوكس، يلعب بصير، انما هو مش ديستروير. فانت محتاج ديستروير، ما دام بتلعب 4-1 4-1 لازم حمايه. بص تطلع بالكوره بكور عاليه، مش عارف تطلع، اللعيبه مش واقفه كويس، اللعيبه مش مركزه، اللعيبه سرحانه، للاسف للاسف يعني. في الشوط الثاني كان في مساحات في دفاع فاركو الاهلي ما عرفش يستغلها، كان المفروض انه في الشوط الثاني يعمل مساحات ينزل لعيبه سريعه. بص بقى الكوره الطويله اللي في ظهر المدافعين اللي اتلعبت 3 مرات قبل كده، والرابعه دخلت جول. جراديسار على فكره انا شفت له جوان كتير قوي مع النادي المغربي اللي كان بيجيب فيها، هي دي هو ده اسلوبه، انه بيجري في ظهر المدافعين بشكل كويس جدا، عنده تراك بالكوره حلو جدا، وبيعملها طبعا هي مش اوف سايد، مش هنضحك على نفسنا يعني. بص الضغط العالي، لكن ضغط عالي تحليق، مفيش ضغط مفيش شراسه، يعني ده ضغط بس تحليق. بص بقى الهجمه المرتده، المفروض انت رايح بقى باكتريه، مفيش تركيز، خلاص فقدت التركيز، فقدت التركيز. كور عاليه كتير قوي، كوره بتتقطع بمنتهى السهوله من نص الملعب. بص بقى الكوره اليائسه تمام. بالنسبه لقصه محمد الشناوي ومصطفى شوبير،
فانا عندي قناعه ان مصطفى شوبير حارس جيد وهو المستقبل وهو جاي القصه دي كلها. مصطفى شوبير مضغوط بشكل كبير جدا 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 لاسباب تخصه واسباب لا تخصه. اسباب لا تخصه ان هو ابن كابتن احمد شوبير، وفي ناس كتير قوي ما بتحبش كابتن احمد شوبير سواء من الاهلاويه ولا الزملكاويه، بسبب عمله الاعلامي اللي بيخليه يطلع يتكلم بطريقه ما تعجبش معظم الزملكاويه وبرضه كتير من الاهلاويه عشان بس كلام يبقى واضح. وفكره ان هو ابن الوز عوام اللي طالع بالواسطه اللي خد مكان غيره، بعض الناس شايفه هذه القصه في مصطفى، رغم ان مصطفى لما جات الفرصه في وقت انت كنت مزنوق اثبت كفاءه غير عاديه وجاب لك بطوله افريقيا لوحده تقريبا اللي هي بطوله 24. فمصطفى شوبير مضغوط ضغطه رهيبه جدا 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 من ضغطه ان محمد الشناوي عامل تاريخ كبير جدا جدا، فالناس بتحب محمد الشناوي رغم ان هو محمد الشناوي مستواه قليل الفتره الاخيره، ولكن في ناس مش ناسيه له التالق فترات طويله جدا مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر، وهو حاليا يعتبر الحارس الاول لمنتخب مصر. عموما كل ده لمصلحه الاهلي، ولابد ان انت تلعب بالاثنين مع بعض، مش لازم سياسه الدور ولا مش سياسه الدور. الراجل ليه وجهه نظر معينه بيطبقها في الملعب وبيدافع عن وجهه نظره انه بيلعب مصطفى. هنشوف الماتشات الجايه الدنيا هتمشي ازاي.